السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهارده قطاعة بصل ميانتا. القطاعة دي 450 واط وبتيجي سكينتين بأربع أسلحة. القطاعة دي عملية وشعبية جدا بسبب إن هي نفس تصميم موديلات مونوليكس القديمة، عشان توكيل مونوليكس زمان كان مع شركة ميانتا، عشان كده الاكسسوار متاح ومشترك للماركتين. طريقة التشغيل بتكون عبارة عن إن أنا بتأكد إن السكينة محطوطة الأول في الكبة، بعد كده بقطع الخضار صغير وبحطه جوه الكبة واقفل الغطا بالشكل ده. بعد كده ابدا بشغل 20 ثانيه وافصل 5 ثواني وارجع اشغل تاني. اهم حاجه نلتزم باقصى علامه اللي هي 500 مللي وما نعديهاش لو حاجه بصل او خضار، ولو سوائل ننزل عنها شويه عشان مع السوائل ومع التشغيل السوائل بتفور وممكن تخرج من الغطا. بس اثناء التشغيل مع البصل والخضروات اتاكد ان انا كل شويه اهز الحوض بحيث ان انا انزل اي حاجه موجوده على الاطراف، وارجع اشتغل تاني من 10 ل 20 ثانيه. بعد كده اوقف 5 ثواني اريح، بعد كده ارجع اشتغل تاني. اقدر اشيل السكينه العلويه واركب مضرب المايونيز هنا واشتغل لو انا هضرب سوائل او حاجه. بس ممنوع بتاتا المضرب ده يكون راكب وانا هقطع خضار، بسبب ان هو مش هيكون حامي وبيأثر على التروس والموتور بتاع الجهاز. وحاجه كمان لازم اخلي بالي منها، ان السكاكين وهي بالذات جديده بتكون حاميه جدا. لو انا بستخدم السكين لازم ارفع السكينه كده بحرص، وانا بغسلها اخد بالي كويس جدا من ايدي، بحيث ان السكين دي بتكون حاميه ومسنونه سن ليزر. لو حضرتك ما عندكش السكينه العلويه تقدر تطلبها من على الموقع الالكتروني بتاعنا moodihand.com، او تقدر تشرفنا في معرضنا تشتريها. ومن الاخطاء الشائعه في الموديل ده ان الناس بتعمل فيه لحمه، وده غلط جدا على الجهاز. لو لحمه مفرومه وانا عايز مثلا اقلبها مع بصل او تتبيله، اقدر احطها في الجهاز واقلبها، او ان انا اعمل اكل الاطفال زي صدور الفراخ مع الخضروات اقدر اضربه في الكبه ومش هيسبب ليها ضرر. بس بلاش نعمل لحمه صحيحه. ومن الاخطاء الشائعه برضو ان الناس ممكن ما تاخدش بالها، لازم نتأكد ان الجزء اللي تحت في الحوض موجود فيه البنز الحديد والجزء الابيض ده موجودين، وان الجزء الابيض ده ثابت مكانه ما بيتحركش. واتأكد ان الكبة على ارض ثابتة ما بتخليهاش تلف يمين وشمال، عشان ده بيضر دراعات الامان الخاصة بالموتور. ولو الكبة كده مش هتشتغل لوحدها لازم اكون حاططها على الحوض بتاعها عشان تشتغل والامانات بتاعتها تشتغل. سكينة ملوخية تقدروا تشتروها منفصلة من على الويب سايت بتاعنا، وتقدروا تشتروا اي اكسسوار او اي قطع غيار للقطاعة عن طريق الويب سايت. هتلاقوا اللينكات كلها موجودة في الديسكريبشن تحت. ختاما، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان نوصل لاكبر عدد من المستفيدين ونحافظ على اجهزتهم. سلام.